هي هيئة كتناضل من أجل المقاومين وأبناء المقاومين. المقاومين بحد ذاتهم عانوا وكافحوا من أجل هذا الوطن، والوطن كافحهم بأسرهم. راكم شفتوا كاملين أن الوطن كافحهم بأسرهم، وهذه المكافأة اللي يستحقوها. خلى لهم 19 شهر اللي كيعيشوا بها يموتوا بها عائلات، وخلاو لهم 8000 من يموت. واش يعيشوا بها العائلات، واش يداروا بها كركتهم، واش ما نعرفش غيديروا بها. هذه الامور اللي المندوبيه الساميه لابناء المقاومين واعضاء جيش التحرير اللي ما قد تدخل في الملف بشكل واقعي وبشكل رئيسي. كتكلم فقط عن مناسبات الحملات التكبية والألف درهم والحملات اللي هي موسمية سنة سنة، المعارك اللي خلدوها آبائنا وأجدادنا وخلدوا من خلال المعارك اللي هي ضارية وعطاو من خلالها الغالي والنفيس. والآن أبناء المقاومين والمقاومين كيعيشوا ظروف اللي هي مزرية جدا، ما قد نوصفها لكم. المقاومين كامل يعرفوا هذه الظروف، اللي منهم الزاد حي يعرف عنهم الزهر، وبالخصوص منهم أبناء المقاومين. أبناء المقاومين اللي عندهم شواهد، عندهم دبلومات، اللي نسيتوا نسبة 25% اللي كتوفرها لهم الدولة. نسبة 25% ما هي مفاعلة. لماذا؟ شنو هي الأسباب اللي خلات 27 و 25% كمصير قانوني يخصص لأبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير اللي ما خصصتها لهم المندوبية؟ واش هي المندوبية بدون جدوى؟ واش ما عندها أي غاية؟ شنو هو الأهداف والاختصاصات الموكلة بهذه المندوبية؟ الله أعلم. المقاومين من حقهم يستفادوا من الحج، المقاومين يستفادوا من الحج، طالبين منهم القرعة، والقرعة ما كتلحق أي مقاوم اللي يجي تحت التراب. هذه أمور اللي خاصة تناقش المندوبية بشكل واقعي، على أن المندوبية نسبتهم 25% مقصدين منها. المقاومين ما كيستفادوا من مواسم الحج اللي هي أبسط مكافأة اللي يتقدمها لهم. أنا بطبيعة الحال أنا لو كنت مقاوم ولا ابن مقاوم والله ما نفضل درهم، لأن المقاومة المندوبية كتكافئ بجوج دراهم عوض أنها تطبق الحج كمكافأة اللي هي روحية ورمزية اللي كتكافئ على النضال وعلى داكشي اللي قدمت. كتعطيك درهمين اللي تبغى بهم تكفيك تمشي تصوم الليل النهار الثاني اللي تطرحهم. بطبيعة الحال المندوبية